هل يصل الحال بتبون كما وصل الحال بزروال في مثل هذه الأيام قبل 27 سنة في 98 عندما ضغطوا عليه بشدة، خرج وأعلن استقالته في 11 سبتمبر، والضغوطات كانت في شهر جويلية وأوت 98. طبعا مرات بعض الناس لما تحكي لهم هذه الأشياء لأنهم ما عايشوهاش أو ما شافوهاش قد تجيهم شوية غريبة. لا، والنظام الجزائري منذ أن قام للأسف هو صراعات على السلطة وانقلابات. ما فيش رئيس جزائري واحد جاء بإرادة شعبية حقيقية وراح بإرادة شعبية حقيقية، ما فيش. خلونا نعاود نراجعوها بسرعة، يعني دقيقتين للتاريخ. 62 قيادة الجيش بومدين يومها يطيح برئيس الحكومة المؤقتة يوسف بن خدة ويضع بن بلة رئيسا للحكومة. في 63 يقول ولا رئيس الجمهورية، في 65 يطيح به بومدين، يحكم بمدين كعقيد وقائد لمجلس الثورة كما كان يسمى وبقبضة حديدية، ويموت في ظروف غامضة في نهاية عام 78. يقرر كبار العقداء والرواد آنذاك، مقدم خاصة مرباح، قاسلي مرباح والعقداء، يجيبوا عقيد منهم اللي هو الشاذلي بن جديد ويستبعدوا المدنيين. كان يومها بوتفليقة مرشح وواحد يسموه محمد صالح الحياوي. يجي شادلي كمرشح وحيد والشعب يروح طبعا ينتخب على المرشح الوحيد اللي خيروه الضباط. في 91 كبار الضباط يختلفوا مع الشادلي يطيحوا به بعد الانتخابات في بداية 92. يأتون ببوضياف اللي كان لاجئ عمره 26 سنة لجوء في المغرب، يحطوه على رأس البلد، يختلفوا معاه بعد 5 شهور ونص يقتلونه علنا، والشعب يخرج يقول اللي جابوه هم اللي قتلوه. يحطوا عليه كافي عقيد سابق في الثورة لكن لم يكن له أي دور، كان خضرة فوق حشا كما قال هو وعبد السلام بالعيد في مذكرات عبد السلام بالعيد. أنصح الناس باش يقرأوا مذكرات عبد السلام بالعيد اللي كان رئيس حكومة ما بين جويلية 92 وسبتمبر 93. ثم يجيبوا زروال يعينوه رئيسا للدولة في البداية ثم رئيسا للجمهورية على أساس أنه في انتخابات في 16 نوفمبر 95، ويختلفوا معه خلاف شديد في صيف 98، يرمي لهم من شفاء ويستقيل في سبتمبر، لكن يطلبوا منه يبقى حتى الأفريل 99. أفريل 99 يعاودوا يرجعوا لبوتفليقة اللي كان يريد أن يكون رئيس في 79 وما خلاوش، وفي 95 هو اللي ما قبلهمش، فيعاودوا يجيبوه وبتزكية سعودية إماراتية فرنسية أمريكية ويحطوه على رأس الدولة. يظل كذلك حتى عندما يصبح معاق، لا يتحرك، لا يتحدث، لا يمشي، لا يفوتوه عهدة رابعة. وكان قايد صالح يومها باش يفوتوا عهدة خامسة لولا أن الشعب ثار وانقلب الحراك، فالجيش اللي جاب بوتفليقة هو اللي انقلب عليه وأطاح به في أول أفريل. لم يكن باقي له كثير في العهدة الرابعة، لكن كان ضغط شعبي. لما جنرالات الجيش يومها قايد صالح ومن معه شافوا باللي الشعب ممكن يطيح بالنظام ككل، فضلوا أن يضحوا بما يسمى بالرئيس. هل نحن في وضع مثل هذا؟ محتمل جدا، محتمل جدا، لأن هذا الغياب نتاع تبون في هذه الظروف غريب. ظهور شنقريحة وبروزه في الإعلام وأصبح يتحكم في كل شيء يؤدي إلى ذلك. الأمر الثالث، هناك بعض الذين ينتقدون في البلاد، واللي ينتقدوا في البلاد كما قلتها لكم سواء صفحات أو يخرجوا في فيديوهات أو يتكلموا. كاين نوعين من الناس، كاين نوع صادق بحق، ناس غاضبين منزعجين أو أحرار يريدون تغيير هذه الأوضاع البائسة، وهؤلاء في الغالب يدفعوهم أثمان، يسجنوهم، يعتقلوهم. حدثتكم على واحد من خاوتنا من تمرست عم باش يحاكموه غدوة، مع أنه تكلم فقط على التريسيتي اللي قطعوها عليه إلى آخره، أشياء بسيطة يعني.
إذا هذا اللي يكون ماهوش بروغرامي، ماهوش مبرمج، يعتقلوه. لكن كاين واحد آخرين مبرمجين. اليوم نستطيع أنا من خلال المتابعة ومساعد بعض إخواننا، كاين هناك صفحات وكاين هناك أشخاص خرجوا بطلب من المخابرات، مخابرات داخلية اللي رأسها الجنرال حسن. طبعا المخابرات الداخلية راهي تحت القبضة تاع شنقريحة. الآن يتكلموا بصريح العبارة ويسبوا تبون ويسبوا الوزراء. كنا عارفين كل ما يتسب وزير أو ينتقد، حتى أحيانا رئيس البلدية لما تنتقد يجي يعتقلوك. رئيس البوليس، جدارمي في الطريق أو بوليسي تنتقدوا يجي يعتقلوك أو يضربوك. أو الآن دا بعض الوزراء يتسبوا، تبون يتسب، وهذا الأشخاص ما يمسوهمش. هذا في الغالب جزء منهم كما قلت جزء حرار وجزء مبرمج، والبرمجة من عند المخابرات الداخلية. لماذا؟ لأنهم يضعوا سيناريوهات الآن. يقول لك إذا بقي هذا الغضب يتصاعد فسيحدث اللي راه الآن مخطط لها شنقريحة فيما أعرف وبالتحليل، هو أنه يريد الإطاحة بهذه الحكومة. وكما هذا رزيق ربما يدخلوه للحبس. يعني شنقريحة عنده غضب رهيب من رزيق وأمثاله، ورزيق اللي كان فرضه هو تبون، وسينتهي بالسجن في نهاية المطاف. لكن مش هو فقط، سعيود أخطر بكثير من رزيق، لأن تبون يحضر فيه باش يكون خليفة له، باش يكون رئيس وزراء، وزير أول. هذا أيضا سينتهي بالأمر في السجن. سعيود أسهل من رزيق في السجن، لأن سعيود ناهب بلا حدود، بلا يعني شيء، فساد أخلاقي ومالي ليس له حدود. المرة الماضية قلت لكم كيفاش وضع له جنرال من الأول، الجنرال ماجور حطه هناك باش يبلوكيه. يعني واش راح يديروا؟ إذن الخطوة الأولى اللي راهم يفكروا فيها هي تغيير الحكومة فقط وإضعاف تبون، بحيث حتى الوزراء اللي حطهم تبون، لأنهم عندهم هما كوطات، يعني عندهم دي كوطا في قضية الوزراء. شنقريحة عنده الكوطا تاعو وتبون عنده الكوطا تاعو. فشنقريحة راح يطيح بكل وزراء تبون ويفرض حكومة ويعزل تبون، بحيث يزيد في عزلته. عزلوا على فرنسا الداعم الرئيسي لتبون، عزلوا على الجنرالات، لا يستطيع تبون أن يلتقي بأي جنرال، ومرات اللقاءات تتم في السر، ولما يعلم بها شنقريحة يشعر بغضب رهيب ويعاقب الجنرالات اللي تلقاو جماعة تبون. حدثت 3 مرات ولا 4 مرات. والآن يعزلوا من الوزراء اللي هما نتاع الكوطة نتاعو في الحكومة هذه، اللي ممكن يعلنوا على حكومة جديدة من هنا على أسبوع أسبوعين على أقصى حد تقدير سبتمبر، لأن الأمور راهي تتصاعد مش تنقص. وهذا التصاعد جزء رئيسي هو حقيقي، يعني الغضب، التفقير، التجويع، التعطيش، الكهرباء، الأشياء اللي ناقصة، مواد السيارات اللي ناقصة، لابياس ديتاشي، هذا كله صحيح. لكن بالنسبة لصاحب الحق الإلهي، صاحب الغنيمة، كبار العسكر، يقول لك لا، ما تلعبوناش بالنظام، إذا وجب نضحوا بتبون. إذا شافوا باللي غيروا أو تغيير الحكومة سواء وقع التغيير أو لم يقع، يعني إذا شافوا باللي تغيير الحكومة لن يأتي بنتيجة، ما يقوموش بتغيير الحكومة، يقومون بالإطاحة بتبون. الآن بعض كبار المسؤولين سواء في مناصبهم أو مسؤولين سابقين يتحدثون بصريح العبارة في مجالسهم الخاصة ضرورة إجراء انتخابات مسبقة، ضرورة إطاحة بتبون، لأن تبون يدير البلاد بطريقة بشعة. والتوصيف تاعهم صحيح، لكن الهدف نتاعهم لا، الهدف نتاعهم هو أنه يحدث تغيير، يعني حمل كاذب، تغيير كاذب، معناه أنه يخفوا من غضب الشعب ويمسحوا الموس كله في تبون. باش نكونوا صادقين، أنا قلتها لكم
في 22 فبراير 2019، يعني في اليوم الأول للحراك تاع الجمعة 22 فبراير اليوم الأول، خرجت في اللايف مثل هذا وقلت بأن بوتفليقة سيسقط، لكن المشكلة راه مش في بوتفليقة، المشكلة راه في تغيير النظام ككل، لأن سقوط بوتفليقة بدون تغيير نظام سيأتينا بمن بعد بوتفليقة بشكل أسوأ، وهذا هو الذي حدث. هل هذا وحي؟ هل هذا علم غيب؟ أبدا، لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من عباده. هذا تحليل طبيعي للأشياء، هو أنك إذا لم تذهب إلى مصدر، إذا بقيت تعالج في السيمبتوم كما يقال بالفرنسية في الأعراض، يعني مثلا أنا عندي صداع، لو كان نبقى نشرب في البانادول ونشرب يخفف علي الصداع في هذه اللحظة، لكن يجب أن أعرف ما هو سبب الصداع، لأنه لو كان ما نعالج قلب المشكلة، الدواء اللي ناخذه لتخفيف الأعراض ممكن يساعد شوية، لكن سيعمق المشكلة أكبر، لأني لم أعالج المرض الحقيقي. الناس اللي عندها سرطان مرات يشتد عليهم الألم، يشربوا بانادول ولا باراسيتامول ولا يشربوا أي شيء باش يخفف عليهم الألم، لكن لو كان ما يعالجوش المشكلة اللي هي السرطان، جذور السرطان، سواء يقتلعوه أو يستأصلوه أو يلقوا له حل، سينتهي بالأمر إلى أن هذا السرطان سينتشر في الجسد وسيؤدي إلى هلاك الجسد. ولذلك احنا هذا المرة ما لازمش نخدع مرة أخرى، لأن قضية الآن نعطيها قضية سقوط تبون نعطيها 70% في هذه اللحظة، لأنهم رايحين يوصلوا للقناعة بأنك حتى لو تغير رئيس الحكومة أو الوزير الأول العرباوي هذا لن يحل المشكل. ممكن يستخدموها باش يربحوا شوية وقت، يقول لك خلينا نكالموا الحالة، الدخول الاجتماعي دائما خطير، سبتمبر أكتوبر دائما شيء خطير، يقول لك خلينا نكالموا الحالة، نجيبوا رئيس حكومة جديد ووزراء جدد إلى آخره، ممكن، لكن هذا لن يحل المشكلة. لكن على الأرجح أنهم سيتجهون إلى تطبيق المادة اللي تقول إذا كان الرئيس مريض إلى آخره. وإسقاط جوجيل قبل 3-4 شهور، لأن تبون كان يريد بقاؤه، كان يريد بقاء تبون، لأنه يعرف باللي كي يكون كاين جوجيل شنقريحة ما يروحش يخاطر باش يدفعوا إلى الخروج، لكن غيروا جابوا شخص آخر، صحيح عمره قريب 80 سنة هو أيضا، لكن يقدر يشد لهم هذيك 60 يوم أو 90 يوم. إذا ما هي السيناريوهات اللي رانا أمامها؟ السيناريو الأول أنهم يقدمون على إسقاط هذه الحكومة وتغييرها بحكومة جديدة، ويسقطون سعيود ويسقطون رزيق ويسقطون مجموعة من وزراء تبون. السيناريو الثاني، وهذا هو الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول هو هذا اللي قلت لكم، الاحتمال الثاني أنه يسقطون تبون شخصيا، لكن يأخذوا شوية وقت، يأخذوا 3 شهور 4 شهور، ممكن إلى قبل رمضان باش يجروا انتخابات جديدة أو إلى بعد رمضان. هذا الاحتمال الثاني. هذا القرار اللي راح يتخذوا هو يتخذوا شنقريحة وكمشة من اللي حوله، على رأسهم جوادي، محمد سعيد جوادي رئيس ديوانه، والكمشة تاع الدائرة الأولى. المرة اللي فاتت حكيت لكم على أن شنقريحة في ديوانه وفي علاقاته عنده 3 دوائر. هذه الدائرة الأولى فيها حوالي 9 و10 جنرالات، هذه هي الدائرة اللي يستشيرها أحيانا مش دائما، في الغالب يتخذ قرارات وحده. شنقريحة أيضا لما يجي باش يسقط تبون، كما قلت حتى ولو كان مريض الآن كان ممكن يخرج ويدير فيديو تاع 3 دقائق أو 5 دقائق، لكن كونه أنه ما يخرجش نهائيا فهذا يطرح إشكال، وإشكال حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ربما يعبر عن غضب، يعبر عن غضب. أنا المرة اللي فاتت قلتها في شكل ساتيري كما يقال، في شكل كاريكاتيري، في شكل استهزائي، قلت هذا إذا ما طلبش اللجوء في إيطاليا. حتى واحد من خاوتنا